السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب، وتلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم في قناتي قناة جهينة للتدابير والمطبخ. جيتكم اليوم بفيديو جديدة وإن شاء الله تعجبكم، وبلا ما ننسى بحبيباتي الصلاة والسلام على نبي العدنان نبينا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هيا حبيباتي ما تنسوش تخلوا لي جام ابوني، وهيا مع بعضنا نبداو في الفيديو تاعنا تاع اليوم. لهنايا وفي هذا الفيديو راح نبارطاجي معاكم واحد العجينه فريمون بزاف هايله وستاندار، تقدروا تستعملوها لكامل انواع الصابلي، السيكار، لي فون دو تارت، تقدروا تستعملوها لكامل حلوياتكم. تبعوا معايا الوصفه. لهنايا كنت درت علبة تاع مارغرين نورمالمون فيها 200 غرام، كانت ذايبة بدرجة حرارة الغرفة. كنت ضفت لها حبة تاع البيض، 4 مغارف مايزينا، 4 مغارف سكر جلاس، و4 مغارف زيت. نبقى نضيف بهذه المكونات، يعني نبقى نضيف بالمكون ونمزجهم كامل مع بعضهم. نزيد لهم شوية من لاباطاغون تاع الليمون ولا تاع لافاني، نخلطهم كامل مع بعضهم ونبقاو نزيدو في لافارين بالتدريج، يعني ما نكثرش الفارينة باش العجينة تاعنا ما تجيش يابسة. ولهنايا نضيف لها شوية من الخميرة الحلويات، نورمالمون كنت درت نص مغرفة صغيرة وغربلتها. وهذه هي البنات، ماذا بيكم ما تيبسوش كامل العجينة، تخلوها كيما راكم تشوفوا في هذا القوام، يعني ما راهي يابسة وما راهي مطلوقة. كيما شفتوا حليت لاباط نتاعي على ورق الزبدة وراني نطبع فيه. انا كنت استعملت هذا الطابع بالنسبة للنوع الاول من الحلوى تاع العيد، يعني هذه الحلوى فريمون سهلة واي وحدة تقدر تجربها، وحتى ولو كانت مبتدئة. لهنايا مور ما طبعت هذا الصابلي راني نحيلو كامل الزوائد باش الحبة تاعنا تجي متحوفة. انا نعتبر هذه العجينة سر من اسرار الحياة، باسكو فريمون لو كان تعرفوا برك كيفاش تخدموا بها تتهناو كامل من جهة الحلوى. كيما شفتوا تجي واحد العجينة بزاف هايلة، ما تتكمش، ما تتجعد، ما تتشقق، ما والو. كيما تحطوها كيما تطبعوها في البلا وكلش، كيما تنحوها مور طياب، يعني تبقى كيما راهي ما تتكمش ما والو. المهم البنات كنت طبعت كامل الحبات وخليتهم يطيبوا. من جهة واحدة اخرى كنت ذوبت شوية شوكولا اولي على حمام مائي، وزدت لها شوية تاع الزيت، وراني نحط فيها في هذا الليمون. نشكل فيها على هذه الوريقات باسكو نحتاجها للتزيين تاع هذاك الصابلي اللي كنا درناه مدور. وهذا ما كان البنات، مر ما كملت كامل هذا الوردات ولا الوريقات اللي نحتاجهم ندخلو للكونجيلاتور ونكمل كامل الكونتيتي اللي عندي. وشوفوا معايا حبيباتي هذا اللون الذهبي اللي خذاه لنا الصابلي، يعني ما طابلنا زيادة وما قعد خضر، كيما شفتوا اللون تاعو جا بزاف هايل. اللي هنا راح نلصقه معاكم بالمعجون تاع المشماش، نمشي الكمية هذه تاع المعجون على الوجه نتاع الحبة ونعاود نلصقهم مع بعضهم. ما نكثروش بزاف البنات المعجون باش ما يخرجلناش من الجوانب. انا ما راني راح نديرلو والو من الجوانب تاعو، يعني ما راح نديرلو لا كاوكاو مرحي ولا راح نديرلو نوات كوكو، راح نخليه كيما راهو. كيما شفتوا نلصقهم حبة بحبة، وكيما قلت لكم هاد العجينة فريمون تجي بزاف هايلة، ما تتكمش ما والو، الحبات كامل يجوكم قيس بعضهم. من جهة واحدة اخرى مور ما لصقتهم درت شوية شوكولا دادا، شوكولا اولي بعد ما ذوبت على حمام مائي. كنت درت هذا الزيغزاغ بالبوش كيما شفتوا، ورايحة نلصق ثان هذوك الوريقات اللي كنا خدمناهم كيف كيف. ولهنا البنات نكونوا كملنا مع بعضنا الموديل الاول من الصابلي ولا من الحلويات تاع العيد وبالعجينة الموحدة. لهنايا نبقاو نزيدو لهم شوية تاع المعجون في الوسط، تحبوا تلونوه تحبوا ديرولو اي ذوق او اي معطر. كيما عودتكم من قبل نعطروا المعجون، من هذه الخطرة خليته كيما راهو.
نخلو الشوكولا تاعنا تنشف ونروحو نوجدو لي كيسات. أنا ما كانش عندي لهاد الخطرة لي كيسات اللي يجو قدهم سوا، مي كانوا عندي هاذو نورمالمون اسمهم الكيسات تاع الزبدة يعني هاكا معروفين، وإذا عندهم اسم وحدوخر ما على باليش. المهم جبت كاس ولا فنجان يكون شوية القاعدة نتاعو تكون عريضة، ونجيب الحبة تاع الكيسات ونوسعها كي بهذ الطريقة كيما راكم تشوفوا باش تجي على الحبات تاع الصابلي نتاعي. وشوفوا لي البنات ما شاء الله شحال يجي هايل وخفيف ومبسس وطري ويذوب في الفم، يعني جاملهم كامل. هذه الحلوى أنا ما نستغناش عليها كامل، كل عيد حاضرة في الطابلة نتاعي. ماما تحب بزاف هذه الحلوى ولازم عليا كل عيد نحضرها لها. لهنا راح نقسمها معاكم حبة باش تشوفوا باللي هذا الصابلي يجي شغل مقرمش ويجي يتفتت ويجي هايل. إن شاء الله تجربوا هاد العجينة وتنجح معاكم. تقدروا تبدلوا أي طابع وتبدلوا الشكل وتبدلوا طريقة التزيين وشنو العجينة تبقى وحدة. بالنسبة للنوع الثاني من الجاتو راح نستعملو هذا الطابع تاع القفريطة، والنوع الثالث هو تاع القلب. تبعوا معايا ودوك تشوفوهم كامل. لهنايا مرمى طبعت كامل العجينة تاعي طيبتهم كامل وخليتهم يبردوا، ولهنا جيت نوجد كريمة الزبدة. كنت درت 250 غرام تاع سكر جلاس، 250 غرام مارغرين ديما، وطلعتهم مليح بالباتور، ومن بعد زدت لهم شوية من لافاني وهذاك مكان حبيباتي. وثان كنت درتها في البوش وزدت معها ثان الكراميل ولا واسمو يا ربي الكابريز. ولهنا كيما شفتوا كنت درت كريمة الزبدة وفي الوسط رايحة ندير الكراميل، ونلصق الحبات تاعي بهذه الطريقة. وهذه الخطوة ما راهيش ضرورية، اللي ما توفرتش عندها كريمة الزبدة والكراميل تقدر تلصق بالمعجون عادي. كيما شفتوا البنات لهنايا كنت لصقت هاد الحبات مليح. بالنسبة لكريمة الزبدة الزايدة نحيوها كامل بسباتول كيما راكم تشوفوا، ونعاودو نحطوها في بلارة ولا في باطا ونعاودو نستعملوها عادي. مور ما نكملو كامل الكونتيتي لي عندنا نحطوها في الفريجيدار تبرد باش كريمة الزبدة تحكم روحها. نلصقو ثاني الجاتو تاع القلب. لهنا يا حبيباتي عندي هذا المول تاع القلب، كنت درتلو دوكوش من الشوكولا أولي وخليته حتى وين حكمت روحها. موراها زدتلها شوية تاع المكسرات بيستاجو زلوز وكاجو كامل كنت مقطعتهم قطع صغار، وزدت لهم ثان الشوكولا أوبتيلا يعني باتا تارتيني، وزدت لهم الكوش الأخر كامل تاع الشوكولا دادا. وكيما شفتوا راني نغطي فيها كامل من الفوق باش ما تتسربليش هذيك الشوكولا تاع الطلي وتخرجلي من الجوايه ولا من الجوانب. بهذه الطريقة نحيو كامل هذيك الكمية الزايدة تاع الشوكولا، موراها ندخلوها للكونجيلاتور تبرد باسكو رايحين نحتاجوها للصابلي تاع القلب. لهنايا مور ما جمدت رانا نحيو فيها ولا نديموليوها، ودوك تشوفوا واش راح نديرو بها. كان في بالي هذا الصابلي عنده مدة، مي على بالكم حتى وين دخلت اليوتيوب وضرب الدورة في لي ريزو سوسيو لقيته مقلب الدنيا، يعني صراحة الناس دايراتو كامل اليوتيوبرز دايرينو، مي معليش يعني عاند ولا تحسد. المهم حلا في قلبي وحبيت نبارطاجي معاكم الصابلي وشنو بعجينتي الخاصة. كيما شفتوا لهنايا هذوك القلوب الصغار اللي كنا وجدناهم راني لصق فيهم بالشوكولا. ولهنايا عندي شوكولا دادا كيما العادة، يعني وليت نستعمل معكم شوكولا بالحليب. ذوبت على حمام مائي زدت لها شوية تاع الزيت وخليتها تبرد، يعني خليتها حتى وين صايرة تجمد. وزدت لها عندي الكاوكاو الخشين كون ضفتو وكيما راكم تشوفوا راني نقلاصيه في الحبات. علاه قلت لكم الشوكولا لازم نديروها تكون يعني تكون عادي باردة شوية ما تكونش سخونة، باسكو رانا دايرين هذوك القلوب اللي جاية من الفوق تاع الشوكولا لو كان انا رايحة ندير شوكولا سخونة رايحين كامل يذوبوا.
نقلاصي الحبات كامل كيما راكم تشوفوا ونخليهم ينشفوا. من جهة واحدة أخرى عندي هاد التكيات الصغار تاع فيريرو روشي رايحة نلصقهم على كامل الحبات اللي عندي، وكيما قلتلكم البنات خلوهم ينشفوا في غرضهم، ومن بعدها رايحة نحيهم كامل ونحطهم في ليزورغونزا وندير لهم ثان الكيسات وشوفوا الله يبارك شحال يجوا متحوفين وهايلين. لهنا نكونوا كملنا النوع الثاني، نمروا للنوع الثالث وهاوليكم النوع تاع القفريطة ثاني كنت قلاصيتو، ورايحة عندي هذا المول تاع السيليكون تاع عيد مبارك مكتوبة يعني بالعربية شحال يجوا هايلين ومتحوفين. كيما راكم تشوفوا راني نحط في الشوكولا عادي في المول، ومن بعد نحي كامل الزوائد كيما شفتوا وندخلهم للكونجيلاتور يعني دقيقة 2 دقايق ماكسيموم ورايحة تجمد معانا. وبهذا الطريقة حتى ونكملوا كامل الكمية اللي عندنا ونلصقوهم بشوية شوكولا. وهذا ما كان، أنا كنت زدت لهم شوية تاع الناكري ليكيد وشوفوا شحال يجوا هايلين ومتحوفين كي راني مزوميتهم برك ما راهمش يبانوا مليح كي من بعد لاكام رايحين يبانوا لكم. وهذا اللقطة اختيارية تاع الناكري، وكيما شفتوا مور ما كملت الصابلي تخوازيام كنت درتهم كامل في لي بورتمونجي باش نخبيهم وباش يطراو منا للعيد. نمروا لاخر نوع من الحلويات تاعنا واللي هو السيجار. كيما شفتوا البنات هاوليكم اللي هنايا قبل ما يطيبوا وبعد ما دخلتهم طابوا شوفوا يعني حاجة ما تبدلت الله يبارك الشكل تاعهم بقى هو ما ديفورماو ما والو. نخليهم يبردوا تري بيان ومن بعدها نحيهم كامل من المول، وكما شفتوا اللون تاعهم راهو ذهبي وبزاف هايل. كنت وجدت لهم حشوة اقتصادية وحشيتهم بها ورايحة نخليهم في بورتمونجي يباتوا ليلة كاملة باسكو فريمون عييت نهارها. غدوة من ذاك كملت آخر نوع يعني مور ما فطرت وغسلنا كامل المواعين جبت الجاتو وبديت نكمل في الخدمة تاعي. اللي هنايا رايحة نقلاصيه بشوكولا دادا شوكولا بيضاء يعني ذوبتها بنفس الطريقة في حمام مائي. وكما قلت لكم البنات الشوكولا البيضاء ما نزيدولهاش بزاف الزيت يعني كيما شوكولا نوار ولا شوكولا اولي رايحين نزيدولها تقريبا 3 مغارف حتى 4 مغارف تاع الزيت. بالنسبة للشوكولا البيضاء رايحين نزيدولها مغرفة برك يعني باش تخفف معانا. وبهذا الطريقة البنات حبة حبة حتى وين نكملو كامل الحبات اللي عندنا. وش حبيت نقولكم أي صابلي ولا أي قاطو نديروه ماذا بيكم تحطوه في لي بورتمونجي باش هكايا يجيكم الطري ويطرى معاكم وما يبسش. اليوم راح نشارك معاكم طريقة جديدة للتزيين تاع السيجار. نورمالمون مشتاش كامل عندك كاش وحدة في اليوتيوب، أنا أول وحدة راح نبارطاجيها معاكم. اللي هنايا عندي هذا لي ساشي اللي ديجا كنت نحيتهم من الديول يعني هذيك الورقة اللي نصيبوها بين حبات تاع الديول كنت قطعتها بهذه الطريقة يعني درتها قطع صغار باش نقدر نتحكم فيها ونزين بها السيجار نتاعي. يعني خليت الشوكولا حتى وين تقريبا كيما نقولوا بدات تنشف شوية ومن بعد حطيت هذا الساشي وبديت نشكل فيها كما راكم تشوفوا يعني تجي منحنيات منعرجات تجي بزاف هايلة واحد الاشكال البنات ما ديما نقولكم. اللي هنايا مور ما قعدت واحد الساعتين 3 يعني بلا ما دخلتها الفريجيدار ولا الكونجيلاتور يعني خليتها تنشف في غرضها. اللي هنايا الساشي راح تتنحى معنا بكل سهولة كما راكم تشوفوا. وهذا هو الشكل تاع الحبات تاع السيجار يجوا بزاف هايلين ومتحوفين. لهنايا عندي شوية شوكولا بيضاء مور ما ذوبتها بديت نحط فيها في الجوانب تاع هذه الحبات ودرت لهم انواع كوكو. بالنسبة لهذاك الخط اللي جاي في الوسط بين بين الجهتين تاع حبة السيجار راكم تشوفوا راكم فاهميني. راهي نورمالمون 7 تاع الصباح نديرلكم في المونتاج وكنت عيانة يعني ما ديروش عليا لاكش ما غلط. حطيت كامل هذا الورق الذهبي في الوسط يعني فصلت بين الجهتين تاع حبة السيجار. واللي هنايا عندي الناكري حبيت ندير ديطاش كيما راكم تشوفوا
وهذا ما كان حبيباتي. نظن هذا التزيين بزاف راقي سامبل ويجي بزاف هايل. ماذا بكم تجربوه؟ يعني خير من هذاك الزيكزاك وتغنجي قطع الحبات وكلش. بالنسبة ليا جا بزاف هايل. وشنو الورقة الذهبية تديلكم بزاف 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 الوقت وتعيي، يعني تقريبا هذو 30 ولا 35 حبة داتلي ساعة. لهنايا كيما شفتو كنت درت هاد لي كيسات تاع السيجار وثان الأورغونزا وجاو بزاف هايلين. لهنا راني نحط فيهم في بورتمونجي باش نخبيهم منا للعيد. لهنا نكونوا حبيباتي وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا، نتمنى تكون عجبتكم ونكون فتكم بهذه الوصفة السهلة والبسيطة. لهنا مبقالي غير نقولكم نحبكم وتهلاو في روحتكم. وكانت معكم جهينة من قناة جهينة للتدابير والمطبخ. ما تنساش تخلوا لي جيم، ابوني وكومنتير وكامل لي ريزو سوسيو تاعي كامل راهم في صندوق الوصف. ما تنساوش تدخلوا وتخلوا لي جيم وسلام. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر. سلام.